مساء الخير. انا مبسوطه جدا النهارده ان انا جيت بعد فتره كبيره جدا، بقالي حوالي اكتر من سنتين. شفت النادي مختلف تماما، في يعني مش هقول ابهار بس فعلا مختلف مختلف مختلف، وبسطت قوي. وحابه اعرفكم بنفسي. انا نيهال نبيل، انا مطربه، عملت مسلسلات واغاني افلام وسينجلز كتير نزلت لي، بس اشهرهم ساره، وحابه ان انا اغنيها معاكم النهارده. اهداء كده مني بسيط قوي للحلاوه اللي انا شايفاها في النادي دي. بس عايز اقول الاول ان نهال كانت هتوقف علشان بتصور مع طفل صغير، راحت معديه قدامنا فقلنا عيدنا المشهد تاني. بالظبط كده. نهال للاسف عضويتها 3933، يعني قبل عضويتي بمراحل. تخيلوا هي عضويتها قبل رئيس النادي. فكان عقاب ليها بس خدمه للمشاهدين، انها انا اول مره اكتشف انها عضوه في النادي ان صوتها جميل، لان انا شفت مسلسل ساره كله في سجن النومان لما كنت محبوس، كان غصب عني لازم اتفرج على المسلسل. احمد رزق ومنى حنان ترك، وكان فنانة سوسن بدر بالظبط كده، حنان مطوع، سوسن بدر اعتقد كانت طالعه موم مظبوط مش كده. انا فاكر المسلسل لان كان غصب عني اتفرج عليه، لكن انا اعجبت بالصوت، ما كنتش عارف صوت مين. هي هتغني بقى التتر دلوقتي من زملكاويه لكل المصريين. وبنحبك يا دنيا بجد، ومهما تعملي فينا بنسحب شوقي فوق الحد، ونحضن بكره بايدينا، واه من بكره وعمايله، واه من اللي الزمن شايله، واه من حلم عالي لفوق ولسه الكف مش طايله. وبنحبك يا دنيا بجد، ومهما تعملي فينا بنسحب شوقي فوق الحد، ونحضن بكره بايدينا. أول مرة أسمع التتر مش في السكة. أول مرة. أنا سعيد بيها وبصوتها وموهبتها، وتاخد الكارنيه بتاعها كنا واقفينها. خلاص هي قضت العقوبة إنها غنت، بس هي بنتكم صوتها جميل، فأعتقد هتسعد كل المصريين اللي هيشوفوها. بقول لكل الملحنين وكل المنتجين، بدل ما تجيبوا لي بنت خلفة ولا واد صوته أخنف ومركب بتاع في مناخيره، يبقى صوت الجميلة المفروض تتبنوها. كل التلفزيون المصري اهي موهبه جميله محترمه، لا بتروح قطر ولا بتروح مش عارف ايه، ولا لازم تروح قطر وتشتم رئيس الجمهوريه اللي اداها 5000 جنيه عشان تشتري فستان وجزمه. دي موهبه محترمه، وليه تاخد فرصتها ان شاء الله. كارنيه اهو، انت اتفضل.